السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ النهارده الفيديو بتاعنا عن الكيمياء زي ما طلبتم في الكومنتس بتاعت اخر فيديو اللي هو فيديو الفيزياء. بما ان دي سلسله المواد يعني وكده، وعبد الرحمن بقى طلعته برده معانا علشان يتكلم عن الكيمياء، لان هو ما شاء الله عليه الكيمياء من اكتر المواد اللي جايب فيها درجات عاليه، جايب فيها 58 من 60 ما شاء الله. هكلمكم بقى دلوقتي عن كل حاجه تخص الكيمياء، برده هساله وهو هيجاوب وهيقول لكم بقى كل التفاصيل، سواء بياخد مع مين اونلاين، بياخد مع مين سنتر، شاف مين على اليوتيوب، كتب الخارجيه اللي بيحلها، كان بيذاكر الكيمياء اصلا ازاي، كل حاجه. الاول يا عبد الرحمن، عامل ايه في الاجازه؟ الحمد لله. هل عملت حاجه مفيده من اول ما بدات لا الاجازه؟ خالص، ولا اي حاجه مفيده للاسف في الاجازه. نرجع للكيمياء. اول حاجه، انت كنت بتاخد مع مين في الكيمياء؟ سواء سنتر او اونلاين، وبعد كده قول لي يوتيوب. مستر اسلام عطيه اونلاين. بالنسبه لليوتيوب بقى كنت اتفرج على مستر عبد الله شمس. مستر عبد الله شمس طبعا طول السنه اللي فاتت. ولو حد برضو منكم راح راجع الفيديوهات بتاعتنا اللي فاتت يعني، ولما عبد الرحمن كنت بطلعه ايوه حتت بسيطه، كان بيبقى بيتفرج على اليوتيوب حصص، لانه كان بينزل مستر عبد الله شمس ما شاء الله كل المنهج نزله يوتيوب مجانا لكل الطلبه، وكان بيعملوا كانه خلاص شغل منصه. يعني الشغل ده كنت بقول لكم يستاهل ان هو يتعامل على منصه والمستر ياخد منه فلوس، لان هو بيتعب فيه جدا وبيصرف عليه، لكن هو ربنا يكرمه كان بينزله كله على اليوتيوب. فهتلاقوا حصص نازله وبتنزل السنه دي، وكمان المستر بقى بدا منصه عشان يتابع مع الطلبه اللي معاه ويحل معاهم اول باول ويراجع معاهم اول باول الابواب. ده كده بالنسبه للمدرسين اللي بتاخد معاهم. انت دلوقتي اخدت الحصه، برضو شبه الفيزياء هنقول، اخدت الحصه خلصتها، بتقعد بقى تعمل ايه؟ المحاضره اللي انت اخدتها لا بالنسبه للكيمياء كنت بقعد يعني بشوف الحصه تاني، بحاول ابص عليها تاني في المذكره. بس هو كان مع مستر اسلام عطيه اجباري بقى، مش اجباري عليا من نفسي، لا اجباري من ماما يعني انا احل الواجب. اجباري من ماما. ماشي، ان انت تحل الواجب بتاعك. فده اللي كان بيخليني حلو في الكيمياء، هو ده اللي كان بيخليني حلو في الكيمياء فعلا والله. يعني ممكن تخليك تحل الواجب بعد الحصه على طول، وبعدين بتذاكر ازاي؟ طب الدرس بقرا الدرس اللي انا اخدته وبعديها بحل الواجب. دلوقتي انت نسيت مثلا الشرح، طب انت مثلا ما حلتش الواجب في نفس اليوم ولا ذاكرت وكده ونسيت الشرح، فبتعمل ايه مثلا؟ بتفرج على فيديوهات مستر عبد الله شمس، بفتكر بيها كل حاجه. انت عايز تنام ولا ايه؟ لا، هو اللي بيطب عايز ينام. بتتفرج على المحاضره على اليوتيوب؟ ايوه بالظبط. فتسترجعها. طيب دلوقتي انت لقيت بعد ما خلاص فهمت وذاكرت وحليت الواجب، كنت بتجيب في الواجب مثلا كام مع مستر اسلام؟ يعني بلاش المواضيع دي نتكلم فيها هنا. كنت بتجيب كام؟ مش فاكر بصراحه، بس انا ما كنتش يعني انا لما بنقص 10 درجات كنت بفرح بصراحه. لما تنقص 10 درجات كنت بتفرح؟ بفرح جدا. ماشي. طب يعني مثلا في مره نقصت مثلا النقصان اللي انت نقصته ما شاء الله في اخر السنه، ان انت تنقص درجتين 3 درجات؟ مره. ايوه كنت واحده. غشش الواجب. غشش ايه؟ الواجب منين؟ المذكره. يعني بتفتح تبص على الدرس وانت بتحل؟ بالظبط. ما شاء الله. ده الصح؟ طبعا. ده الصح؟ لا طبعا. بالظبط. هي ما سمعتيش لا في الاول؟ لا ما سمعتش لا. اكيد طبعا يا جماعه، لما بنيجي نحل الواجب او اي حاجه ما بنبصش على الشرح عشان نحل بمجهودنا ولوحدنا، عشان نشوف درجه فهمنا وحفظنا للحاجات اللي محتاجه حفظ، لان الكيمياء بالذات محتاجه حفظ لحاجات معينه. فعشان تقيم نفسك فعلا حقيقي ما ترجعش للدرس وتبص فيه. ايوه ماشي. طب لو انت بقى لقيت نفسك مش بتعرف تحل، مش عارف تحل خالص، ومثلا ماما ادتك حاجات تحلها في الكتب بقى في الخارجيه، الكيمياء بخش على ماده ثانيه. لا يعني صلح غلطك. طيب يعني الاخطاء اللي انت بتغلطها اللي مش عارف تحل بتعمل ايه؟ بشوف فيديوهات حل. بشوف فيديوهات حل. بتشوف فيديوهات حل تعرف تحل بقى. طبعا. ماشي الحمد لله. طيب الاخطاء اللي بتغلطها برضو مثلا انت حليت في كتاب الامتحان، هنقول دلوقتي طبعا اقول لكم الكتب الخارجيه الحلوه ايه، بس حليت مثلا في كتاب الامتحان، يا ابني بطل بقى تتوب. اكسجين قليل. انت دلوقتي حليت في كتاب الامتحان تمام، او هنقول بقى الكتب الخارجيه حلوه وكل حاجه، عندك مثلا 20 خطا او 15 خطا، بتعمل فيهم ايه؟ بترجع للاسئله دي امتى يعني؟ لما يبقى عندي امتحان شامل وتعرف وقتها هي غلط ليه. ايوه. بس انا ما انصحش بكده، يعني تشوف الاخطاء بتاعتك في وقتها وبعدين تبقى تراجع عليها بعدين. ايوه انا بقول لك انت غلط يعني. كنت جبتي كام في الكيمياء انت؟ 57 من 60. انا جبت 58. ده ما على فكره ما يعنيش، انت ممكن تكون في حاجات حلتها بالاحساس او بالحب. احساس؟ ايوه مفيش احساس.
لا تعلميني في شغلانتي. شغلانتك كيميائي انت. ماشي يا باشمهندس عبد الرحمن. الكتب الخارجيه احنا كنا جايبين لك كتاب الامتحان ومندليف، صح كده؟ في الكيمياء بالذات والفيزياء كنا جايبين لك كتب كتير. الامتحان ومندليف وايه تاني والايزو، ولا لا ما جبناش الايزو؟ التفوق. الامتحان ومندليف والتفوق، صح. بعد ما خلصت الدرس وحليت واجب المستر، كنت بتحل من كتاب ايه اكتر واحد؟ كتاب الامتحان اكتر واحد. اسئلته كانت حلوه. لا اسئله الامتحان اسئله مندليف كانت حلوه اكتر من كتاب الامتحان. كتاب التفوق كان حلو بصراحه، بس هو في فزلكه سنه الصراحه، يعني كان عالي شويتين قوي. لو رجع بيك الزمن ايه اللي هتعمله في الكيمياء؟ انت كده جبت الحمد لله درجه ولا حاجه، انا جبت 58. ليه لو يرجع بيا الزمن؟ ايه الحاجه اللي انت كنت شايف انك بتعملها غلط وعايز تصححها؟ ولا اي حاجه، انا ما بغلطش. اكتر حاجه صح كنت شايف انك بتعملها وهي اللي خلتك تجيب اللي الدرجه انا دي؟ بعمله هو اللي كان صح. اللي هو ايه اللي بتعمله؟ ايه بقول لك اكتر حاجه كنت بتعملها. ملخصات بقى انا كنت اعملها. انا كنت اعمل ملخصات في الكيمياء، بس نصيحه مني اوعوا تعملوا الملخصات دي، عشان انا ما كنتش بقراها اصلا. انا بحاور عليك، انا ما بفهمش خطي، بقرا برضه مذكرات تاني. فعلا خطه ما يتقراش بجد، بشع. حابب توجه نصيحه ايه للناس اللي بتكره الكيمياء؟ ما تكرهش الكيمياء. اقول له ايه طيب؟ اقول له اعمل معادله يعني، ولا اقول له طب الناس اللي بدات بالعضويه، هل انت كنت منهم؟ لا طبعا. ما بداتش بالعضويه؟ انت بتقولي لي لا طبعا، يعني ما في هو ناس. المفروض اصلا يعني هو مستر الفيزياء قال ان هم فيزياء ايه؟ احنا بنتكلم عن الكيمياء. ما انا عارف، ما انا عشان حاجه. مستر الفيزياء قال ان هم في الفيزياء حطوا الابواب الصعبه في الاول، بعد كده الابواب التقيله في الاخر. حلو، فهم المفروض يحطوا كان العضويه في الاول والابواب التانيه في الاخر. فهم عشان حطوا العضويه في الاول حطوا العضويه في الاخر، فدي الحاجه الصعبه. والحاجه الاصعب ان الناس مش عارفه تفهمني، بس اكيد انتوا فاهميني. هو يعني المفروض انتوا تبداوا بالعضويه. مستر الفيزياء كان بيتكلم معاكم عن الكيمياء يعني. بالظبط. هو قال لكم بقى ان هم حطوا لكم الحاجات في الكيمياء الاصعب في الاخر وفي الاول الاسهل. بالظبط. فعشان كده اللي بداوا يعني بالعضويه دول تمام. واللي ما بداوش بالعضويه، هل انت كان بالنسبه لك في مشكله؟ ايه هي المشكله؟ ما كنتش كويس قوي في العضويه الصراحه. طب وظبطتها ازاي؟ هل ظبطتها في المراجعه ولا ظبطتها ازاي؟ ظبطتها في المراجعه عادي، فضلت احل عليها كتير. تحل لوحدك ولا تحل مع المستر كان بيحل؟ مع المستر. كنت وكله بسبب النماذج الصراحه، كله بسبب النماذج. النماذج الاسترشاديه هتتحل فيها كتير؟ انت تنصحهم يحلوا النماذج الاسترشاديه. النماذج ايه؟ خلاص مفيش نماذج اللي فاتت يعني. لا، ولو نزلت لهم نماذج فيهم اخطاء فيهم مش مهم حلهم، حتى تعرفوا ايه الاخطاء. ماشي خلاص حلوهم. وهيفلتروها لكم دلوقتي. الكتب الخارجيه هينزلوهم ويفلتروهم، واللي لو نزل لكم طبعا نماذج لا شك تحلوا منهم. كان بيجي منهم اسئله وحاجات شبه الافكار اللي فيها. هو انت عبد الرحمن كنت بتحب الكيمياء؟ انت بتحب الكيمياء؟ في الاول ما كنتش بحب الكيمياء، بس بعد كده حبيتها. طب الحمد لله. عبد الرحمن، في اسئله في الامتحان حسيت ان انت اول مره تحلها؟ لا ماشي طبيعي، لازم يحط لي اسئله ما اتكررتش قبل كده، بس في حاجات كانت في النماذج الشهاديه كانت شبهها بالظبط، والباقي كان في حاجات يعني كنت حاسه ان هو جديده، اول مره تشوف الفكره دي. طب عرفت تحلها ازاي؟ ما انا بذاكر ليه؟ عشان اعرف الحاجات الجديده، يعني من خلال خبرتك في الحل عرفت تتعامل معاها. طبعا. حبيت الثقه. باذن الله عندي تكريم ان شاء الله. تكريم؟ يوم الجمعه الجاي ان شاء الله. استناكم باذن الله. استناهم فين؟ تعمل حفله يعني؟ ما انا مستر اللي عامل حفله. ماشي بقول كلمه وخلاص، عيب يعني. اصور لكم الاجواء ان شاء الله، احاول يعني اروح لو عندي وقت طبعا عشان انا مشغوله جدا. لا ما تجيش، خليكي بدل ما تقولي ارجوكي تعالي. انت خدتيني معاكي؟ انت حد قالك ما تروحش معايا؟ انت ما كانش اصلا ينفع. لا عادي كان ينفع. بس كده اظن ان احنا غطينا الكيمياء تاني، احنا غطينا الفيزياء وغطينا الكيمياء من كل النواحي. وزي ما قلت لكم لو عايزين اي ماده ثانيه، عبد الرحمن ما شاء الله كان في الانجليش ناقص 2.5 بس، وفي الرياضه كان ناقص 3.5 درجات، ودرجاته كانت حلوه في المواد دي يعني ما شاء الله. فلو عايزين برضه يبقى يكلمكم عنها. والعربي كان ناقص كتير شويتين، ممكن برضه يقول لكم ايه الاخطاء والحاجات اللي وقع فيها. كنت ناقص كام درجه في العربي؟ 17 درجه. ماشي. والاحياء بقى هشوف حد غير عبد الرحمن، او عبد الرحمن برضه يكلمكم عنها عادي، مش مشكله. مع السلامه. مع السلامه.